السلام عليكم. قراءة اليوم سوف تكون عبارة عن رسالة مستعجلة لكم. فلا تتجاهلوها. سوف تكون بطاقة كوكب الزهرة، كوكب يوم الجمعة. فأكيد سوف تكون رسائل تبشيرية بإذن الله. لنبدأ. فإن شاء الله سوف تكون بشرة خير لكم أكيد. فالطاقة طاقة كوكب فينوس أو كوكب الزهرة، طاقة يوم الجمعة، فإن شاء الله سوف تكون كل خير في خير بإذن الله. يلا لنبدأ. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفس ما قلت لكم، آه قراءة تبشيرية بامتياز، كروت رائعة، نهاية روعة. ما شاء الله، لا إله إلا الله. لنبدأ. استقبلوا الطاقة واستقبلوا البشارة. افتحوا طاقتكم واستقبلوا رسالة الكروت. فعلا رسائل تبشيرية وطاقة تبشيرية بامتياز. استقبلوها. التارو يقول أو الكروت تقول في انفجار إيجابي في حياتكم على جميع الأصعدة، والتغيير جاي 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 ولصالحكم وبسرعة. ما شاء الله. هالكرت تقول في طاقة نارية بداخلكم. طبعا فارس العصي مجموعة النار. في طاقة نارية بداخلكم، كأنكم بديتوا تفيقوا، منطلقين. أنتم منطلقين وبدون تردد. الكروت تقول راح تتخذوا قرارات وتعملوا خطوة جريئة راح تغير حياتكم، وراح تفتح لكم أبواب ما كنتوش متوقعينها. صحيح في بعض التشويش، هناك بعض الطاقات السلبية اللي تحاول تشوش عليكم، تحاول تعرقلكم. بس طاقات السلبية يعني خفيفة. انتوا أقوى، ما راح تطيحكم. بالعكس، هالطاقات السلبية ما راح تطيحكم، راح تبين قوتكم. في بعض الناس اللي بتحب تشوش وتعمل بعض العراقيل، ناس عندها طاقات سلبية، ناس سامة. بس انتوا أقوى منهم. الفوز لكم، انتوا اللي راح تنتصروا عليهم. ما عليكم، انتوا أقوى وانتوا مميزين. انتوا مميزين عن هالطاقات السلبية اللي تبغي تشوش عليكم. ما عليكم، انتوا الأقوى. ليش انتوا الأقوى؟ ها هي البشارة. هالكرت تبشركم برزق وفير، استقرار كبير لكم على جميع الأصعدة، في أمان، استقرار مادي قريبا.
وحتى هناك ارتباط عاطفي جاد للعزاب، في ارتباط عاطفي جاد، ومو من مو مع أي شخص، لا، ارتباط مع ناس يعني الصراحة محترمة. ارتباط عاطفي جاد جدا سوف يغير مسار حياتكم. في حلم للبعض منكم، هذه طاقة البعض منكم وصلتني. في حلم كان عندكم، حلم قديم قربتوا تحققوه. في خبر مفرح للبعض منكم، راح تفرحوا أصحاب هذه الطاقة واللي دخلوا لها الفيديو، راح تفرحوا. هناك مناسبة سعيدة، جمع خير بإذن الله، راح تفرحوا قريبا، فرح قريب، في جمع خير. غادي تجتمعوا على خير بإذن الله. أرى عرس، أرى خطوبة، سبوع، في سبوع للبعض منكم سوف تنجب بإذن الله. للحوامل، للحوامل الإنجاب إن شاء الله سوف يكون على خير بإذن الله. كل شيء سوف يكون بخير وعلى خير بإذن الله. في لقاء مع غائب، في لقاء طال انتظاره، راح تسمعوا أخبار غتفرحكم من القلب. في رسالة كذلك، رسالة مستعجلة وصلتني، توا وصلتني هاللحظة. في حمل وإنجاب للمتأخرات عن الحمل، أو أي وحدة عاملة علاج سواء طبي أو روحاني، انتظري حمل في المستقبل. استقبلي البشارة، المتأخرات عن الإنجاب، استقبلي البشارة من كوكب الزهرة. فطبعا برج الخصوبة بامتياز، برج الخصوبة بامتياز، استقبل البشارة. المهم رسالة وصلت، قلت أقولها لكم. نعم، استقبل البشارة من برج الخصوبة، المتأخرات عن الإنجاب بإذن الله. سوف يكون حمل وإنجاب، مجمع خير بإذن الله. لا، والكارت المفاجأة، يعني الجاك بوت، الكارت الجاك بوت، لا هنا المفاجأة الصراحة، المفاجأة الكبرى. الحظ أو عجلة الحظ سوف تدور في صالحكم. الآن في فرص غير متوقعة، تغييرات مفاجئة جاياكم على الأبواب، تغييرات سوف تفتح لكم أبواب الخير، فاستقبلوها. ما شاء الله، لا إله إلا الله. كروت مبشرة، كروت إيجابية من أولها، كروت رائعة. الكروت قالت أنكم دخلتوا في مرحلة انفراج وسعادة وتغيير إيجابي. حتى لو في البداية أو في هاللحظة حاسين إنه في أمور تشوش عليكم، معرقلاكم نوعا ما، أو طاقات سلبية تعرق لكم نوعا ما، لكن يعني ما عليكم، قريبا كل شيء سوف يزول، وغتقولوا الحمد لله من القلب. هالكروت رسالة كوكب الزهرة لكم تقول، غتقولوا الحمد لله قريبا جدا. فاستقبلوا البشارة، واستقبلوا طاقة كوكب فينوس، كوكب يوم الجمعة، يوم الخير بامتياز. استقبلوا هالطاقة، استقبلوا البشارة. اكتبوا تم في التعاليق لو وصلتكم الطاقة عشان تتفاعل معكم بإذن الله. خلوا لي في التعاليق القراءات اللي تحبوا نديرها لكم بإذن الله. وفوق كل ذي علم عليم. شكرا لكم.